كم مرة وعدت نفسك إنك هتبدأ حياة جديدة، إنك هتذاكر، إنك هتتمرن، إنك هتشتغل على نفسك، وبعد كام يوم ترجع تاني لنفس العادات القديمة؟ في ناس بتقدر تلتزم وتحقق أهدافها، وناس تفضل عايشة في نفس الدائرة. الفرق مش في الظروف، الفرق في الالتزام. اليوم هنتكلم عن السر اللي هيخليك شخص ملتزم ومنضبط وقادر تحقق أي هدف في حياتك. ما هو الالتزام؟ الالتزام مش مجرد كلمة، دي مهارة لو اتعلمتها تقدر تتحكم في حياتك، تسيطر على وقتك، وتوصل لأي هدف بتحطه قدامك. الالتزام بيساوي وضوح الأهداف زائد إرادة قوية زائد انضباط ذاتي. لماذا يفشل معظم الناس في الالتزام؟ الناس بتفشل في الالتزام لسببين رئيسيين. أول سبب لأنهم بيحطوا أهداف كبيرة بدون خطة واضحة. تاني سبب لأنهم بيتكلموا عن الحماس بس، وأول ما الحماس يروح يرجعوا لنقطة الصفر تاني. طب إزاي تصبح شخص ملتزم؟ دلوقتي هنبدأ الخطوات اللي لو طبقتها هتلاقي نفسك شخص مختلف تماما بعد شهر واحد بس. أول حاجة، حدد هدفك بوضوح. مفيش حاجة اسمها عايز أنجح وبس، حدد بالضبط إيه اللي عايز تحققه. مثلا أخلص 5 كتب في الشهر، أتمرن 4 أيام في الأسبوع، أتعلم مهارة جديدة خلال 3 شهور. كل ما هدفك كان واضح ومحدد كل ما كان سهل تحقيقه. تاني حاجة، ضع خطة يومية بسيطة. يعني الفرق بين النجاح والفشل مش في الهدف، الفرق في التخطيط. اكتب 3 حاجات أساسية هتعملها كل يوم تقربك لهدفك وخليك ملتزم بيها. قوم المماطلة والتسويق. مفيش حاجة هتضيع مستقبلك قد المماطلة. لما تلاقي نفسك بتقول هبدأ بكرة، أعرف إنك وقعت في الفخ. أفضل وقت تبدأ فيه هو دلوقتي حالا. التزم بالانضباط الذاتي. مش دايما هتحس إنك متحفز، وده طبيعي، لكن هنا بيجي دور الانضباط الذاتي. يعني تعمل حاجة حتى لو مش حاسس بالحماس. الالتزام مش شعور، الالتزام قرار. قلل المشتتات. كل دقيقة بتضيعها على السوشيال ميديا هي دقيقة بتبعدك عن هدفك. حدد وقت معين لكل حاجة، ما تخليش الموبايل هو اللي يتحكم في وقتك. ونيجي لأهم حاجة، إنك تكون في بيئة من الناس الملتزمين. دايما اسأل نفسك، الناس اللي حواليا بيدفعوني للأمام ولا بيشدوني للخلف؟ خليك دايما مع الناس اللي عندهم نفس طموحك. طب ازاي تتابع تقدمك وتحافظ على التزامك؟ عشان تحافظ على التزامك لازم كل فترة تراجع نفسك وتشوف انت ماشي صح ولا محتاج تعدل الخطة. سجل تقدمك وكافئ نفسك لما تحقق انجازات صغيرة. النجاح رحلة مش خط مستقيم، الأهم إنك تفضل مكمل. ولو وصلت لحد هنا فأنت شخص عنده الإرادة إنه يتغير. اسأل نفسك، هل هتفضل زي ما أنت ولا هتبدأ من النهاردة؟ الالتزام قرار وأنت الوحيد اللي تقدر تاخده. ابدأ دلوقتي وما تنتظرش اللحظة المناسبة، لأن مفيش حاجة اسمها لحظة مناسبة. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشاركه مع أصدقائك. سلام.